السلام عليكم. أنا محمد دومير وما زلنا مع تاريخ الجزائر المجيد. كاين إشكال تاريخي في أذهان البعض اللي هو أنه الجزائر كانت تحت الاحتلال العثماني من 1500 ل 1830، واللي يرمي هذه المغالطات التاريخية ويروج لها عنده هدف واحد: تجريد الجزائر من بطولاتها وهويتها، لأنه ما كانش دولة في أوروبا ولا في شمال أفريقيا كانت لها هيمنة وقوة وجبروت كيما الجزائر. وهما يقولون لا، مش أنتم ولا جدودكم ولا أرضكم اللي داروا كل هذه البطولات، راهي قوة السلطان العثماني والدولة العثمانية في اسطنبول هي من فعل كل هذا، وما الجزائر إلا ولاية عثمانية. أنا اليوم نهدي هذا الكتاب إلى كل أولئك وإلى شبابنا ونقرأ منه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على الدكتور، أنا من الذين يقولون بأن الحقبة التي مرت بها الجزائر من 1515 أو 16 ميلادي إلى 1830 هي حقبة استعمارية، ونقبل منه هديته المتمثلة في الكتاب، ونتمنى فقط أن لا يندم على هذه الهدية، بما أنه هو الذي اختار هذا الكتاب وجعله حجة يرد بها علينا، فإننا نقبل هذه الهدية كما أسلفت، ولكن فقط نتمنى ألا يندم على هذه الهدية ويندم على اختياره لهذا الكتاب. قبل ما نبدأ، تذكروا في الفيديو هذا قرينا من كتب التاريخ كيف أن البندقية هجمت على الأسطول الجزائري جنوب إيطاليا وأعطبت 5 سفن جزائرية، والجيش العثماني بقى يتفرج لأنه مداير مع البندقية اتفاق سلم ولم ينصر الجزائريين يومها. نزيدوا اليوم من كتاب آخر نقرأ تبعات هذه القضية، وراح تكون قاسية جدا على المنتقصين من تاريخ الجزائر. نحن لسنا من المنتقصين من تاريخ بلادنا، بل نعتز به ونعتز ببطولات أجدادنا الحقيقيين، ولكن لا نقبل أن يزور هذا التاريخ أو يشوه، ولا نرى الله أن نتقمص تاريخ غيرنا، خاصة وتاريخ غيرنا هذا مملوء بالخزي والعار بكل المساوئ. وهذا الكتاب الذي تستشهد به بكل ثقة منك وفرح يا دكتور لإبراز عظمة تاريخ أجدادك وبطولاتهم، إنما في مضامنه عكس ما تصبو إليه، وكان يكفيك عنوان الكتاب Histoire de Barbarie et de ses corsaires لتعلم أن الكتاب أو أن الكاتب لا يمدح أجدادك الذين تزعم، وإنما يحط من شأنهم. وهذا الرد سوف يكون قاسيا عليك يا دكتور وعلى كل المستتركين والشعوبيين، فتحملوا. هذا كتاب إستوار دو بارباري دو سي كورسير مطبوع في 1649، نقرأ في الصفحة 109. يعلم الجميع أن البندقية عندها سفير في عاصمة الدولة العثمانية، وذات يوم كان سفير البندقية متوجه من بلاده إلى اسطنبول محملا بأغراض وأدوات السفارة تاعه، فقبض عليه الجزائريون في البحر. اسمعوا ماذا يقول الدكتور، يقول فقبض عليه الجزائريون في البحر، وهذا أول تحريف للنص من طرف الدكتور، لأن الكاتب لم يقل هذا، وإنما قال Le navire où étaient tous ces meubles fit rencontre de quelques corsaires d'Alger. Fit rencontre quelques corsaires d'Alger qui s'en saisirent un continent et l'emmenèrent en leur vie. شوف الدكتور مظلل على هذا الكلام باللون الأخضر، ولكن لم يتطرق إليه. يقول المؤلف الذين قبضوا على السفينة ونقلوها إلى الجزائر هم بعض القراصنة، ولم يقل أنهم جزائريون كما زعم الدكتور دومير. وهنا نفتح قوس باه تعرف باللي مدى تحركات البحرية الجزائرية في الاستطلاع ومراقبة المتوسط ما كانوش يخرجوا للقالة ولا جبل طارق فقط. هذه سفينة خارجة من الطليان لاسطنبول حكموها لأنها ترفع علم البندقية اللي كانت الجزائر معها في حرب. ويقول الكتاب الجزائريين نقلوا السفير وسفينته إلى الجزائر واقتسموا الغنائم حسب العرف، وهددهم السفير بأنه سيقدم شكوى للسلطان العثماني وأنه ما راحش يتخلى عليه، إلا أنهم لم يعيروا كلامه أي اهتمام. وبعد مدة قصيرة علم السلطان بالموضوع. على حسب جماعة الجزائر ولاية عثمانية، كي يسمع السلطان واش يدير؟ مفروض يأمر أو يعاقب أو يعزل أو يعين أو يرسل تحقيق أو صح؟ وعلى حسب الدكتور دومير، إذا لم تكن الجزائر ولاية عثمانية، كيفاش السفير يهدد برفع شكواه إلى السلطان العثماني؟ يعني ما كانش يعرف واش يدير السفير، ما يعرفش واش يقول. لكنه في الحقيقة توسل لاستعادة هذه الغنائم. نعود نسمع الدكتور واش قال. توسل لاستعادة هذه الغنائم. أنا في حيرة من أمري من حال هذا الدكتور
بصراحة ما فهمت فيها والو. ما فهمتش، هل ما يفهمش الفرنسية وما يفهمش العبارات الفرنسية والجمل الفرنسية، أم تعمد تحريف المعنى لإرضاء نفسه أو إرضاء جهة معينة؟ يقول الدكتور أن السلطان لما علم بالقضية توسل، هكذا قال، توسل، وقالها ممططة، توسل يعني إلى الجزائريين كي يعيدوا ما أخذوا. ونحن لما ننظر إلى ما كتبه المؤلف نجد أنه قال car il arriva que le sultan instruit de l'affaire fut supplié de faire rendre cette prise. fut supplié، والفرق أظن واضح. إذا الدكتور ما يفرق، لا يفرق بين fut supplié بمعنى توسل إليه وهو فعل ماضي مبني للمجهول، و a supplié فعل ماضي بمعنى توسل. هنا مشكلة، ما يفرقش بين le verbe avoir supplié ou être supplié. C'est le sultan qui fut supplié، يعني qui a été supplié. fut supplié c'est le verbe être au passé simple. يا دكتور، اللي يفهمون الفرنسية أكيد متعجبين ويضحكوا من هذا الكلام الذي يدرس، المفروض يدرس في الابتدائي أو في المتوسط. احنا ربما درسنا هذا في الابتدائي في لزاني 60. على حسب جماعة الجزائر ولاية عثمانية، كي يسمع السلطان واش يدير؟ مفروض يأمر أو يعاقب أو يعزل أو يعين أو يرسل تحقيق أو صح؟ لكنه في الحقيقة توسل لاستعادة هذه الغنائم. وعن طريق من؟ عن طريق قائد عسكري جاء خصيصا ليقنعهم به يرجعوا ما أخذوه من سفينة البندقية. أنا بصراحة هنا أبدأ حسن الظن بالدكتور يتلاشى، لأنه قبل شوي تكلم على قضية توسل السلطان، وقبلها تساءل يقول إذا كانت للذين يعتبرون الجزائر ولاية عثمانية والسلطان سمع بالقضية، ما المفروض كان يعاقب أو يهدد أو كذا أو كذا؟ ما هذا هنا ما فهمت والو، لأن الجملة التي بعد كلامه على التوسل بعدها مباشرة وراح نقرأوها إن شاء الله. وهاو الدكتور مرة أخرى مضلل على الكلام بالأخضر، يعني أنه قرأه ولكنه لم يتطرق إليه بتاتا. يقول الكاتب أن السلطان أرسل هذا العسكري برسائل أوامر des lettres de commandement. يقول المؤلف car il arriva que le sultan instruit de l'affaire fut supplié de faire rendre cette prise. Voilà donc qu'en même temps il dépêcha tout exprès de Constantinople un chaout avec des lettres de commandement à ceux d'Alger, de faire restitution du butin. فكيفاش يعني معقول أن الدكتور يقرأ الكلام على التوسل وما يقرأش مباشرة الجملة التي بعدها في الفقرة الموالية، الجملة الأولى من الفقرة الموالية ما يقرأهاش، وإذا قرأها وأخفى مضمونها عن المستمعين وعن الذين يخاطبهم فهذا ازدراء، فهذا استهتار بهم، وهذا سوء الظن بهم وأنهم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. لذلك هو يقول بكل ثقة في نفسه وبكل استهتار وازدراء لغيره: أهدي هذا الكتاب للذين يقولون أن الجزائر كانت ولاية للإمبراطورية العثمانية. أظن أنه تبين الآن لكل منصف أن الدكتور دومير ليس أمينا في النقل، وإذا نقل فإنه ليس أمينا في الترجمة، وإذا ترجم فإنه يحرف الترجمة عن مفادها أو عن موضعها، ويدلس ويقول ما لم يقله الكاتب. ثم تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك يعني أن الدكتور لا يفهم ما يقرأ، أو أنه اعتمد كثيرا على ترجمة جوجل
في كثير من المفردات والجمل، أو أن الذي يترجم له قد خانه. ولكن هنا يعني يحق لنا أن نتساءل، بما أن الدكتور دمير بيطري وتحصل على شهادة جامعية، يعني نتساءل بأي لغة كان يدرس في الجامعة إن كان لا يفهم الفرنسية؟ هل كان يدرس بالدرجة؟ يعني من حقنا أن نطرح هذا التساؤل نحن وكل من نستمع للدكتور، وسوف نواصل في الاستماع، وسوف ترون الطوام والفضائح فيما ينقله. وصل القائد العسكري هذا الجزائر واستقبلوه بشرف واعطوه الاحترام، واستدعوا اعضاء الديوان الجزائري كامل للحضور، وتمت قراءة رسالة السلطان بصوت مرتفع. وحاكم الجزائر قال لهم انا نشوف لازم نرجعوا لهم اغراضهم. شوفوا ما شاء الله عليه، الامانة في النقل والامانة في الترجمة. نعاودوا نسمعوا كلام الدكتور ثم نعقب. وحاكم الجزائر قال لهم انا نشوف لازم نرجعوا لهم اغراضهم. يقول الدكتور ان الحاكم اللي كان موجود قال لهم أنا نشوف باللي لازم نردوا لهم أغراضهم. هل هذا فعلا ما قال الكاتب؟ وشوفوا هم مضلل على الكلام بالأخضر باش نقدروا نقرأوه، لكن هو يقول خلافه، يقول كلام آخر. أنا قلت لكم ما يفهمش الفرنسية. الكاتب يقول Le pacha qui s'y trouve leur remontre que l'obéissance et le respect qu'ils doivent à leur souverain les oblige à rendre cette prise. وإذا ترجمنا هذا الكلام ترجمة أمينة نقول الباشا الذي كان موجودا بين لهم أن طاعتهم واحترامهم أو الطاعة والاحترام الذي يجب عليهم تجاه ملكهم أو سلطانهم يفرض عليهم رد ما أخذوه. هذا هو. طبعا كثير من الإخوة وجل الجزائريين يفهموا الفرنسية فهما جيدا، وراح يحكموا بأنفسهم ويحكموا بأنفسهم على هذا المدعي أنه مهتم أو مختص في التاريخ. ومرر الكلمة لأعضاء الديوان به يسمع رأيهم، وقالوا له لا هذا مش عدل. هنا أصبت يا دكتور، فعلا قالوا هذا ليس عدلا، لكنك بعدها وكعادتك أخلطت كلاما على كلام وخرجت لنا شيء لم يقله الكاتب. كيف للسلطان العثماني أنه يوقف في صف المسيحيين أعداءه وأعداؤنا ويجحف مع المسلمين؟ أنت قلت أنهم قالوا كيف للسلطان العثماني أن يقف في صف المسيحيين أعداءه وأعداءنا على حساب المسلمين. يقول المؤلف là-dessus il fait passer la parole par le divan pour en savoir leur avis, mais ils s'en émeuvent tous, disant que cela n'est pas juste, et répètent ce langage entre eux avec un bruit effroyable. ومعناه أن الحاكم لما أحال الكلمة على الديوان لكي يعرف رأيهم ثاروا وقالوا هذا ليس من العدل، وأعادوا هذه الكلمة بينهم في ضجة كبيرة. لكنك يا دكتور لفقت هذا الكلام تاع هذا ليس من العدل، لفقته مع كلام آخر مش في مصلحتك باش تقولوا لنا ويسمعوه الناس، لأنه يرد عليك في ادعائك أن الجزائر لم تكن تابعة للحكم العثماني. وأنا الآن راح نقرأ الجمل اللي خليت ما حبيش تقرأها باش تلبس على الناس وراح يعرفوا حقيقتك. يقول الكاتب Après cela, pour colorer leur désobéissance de quelques beaux prétextes, il remontre que ces lettres ont été obtenues par surprise, qu'on a mal informé le grand seigneur, اسمع, et qu'il est trop juste, اسمع يا دكتور, et qu'il est trop juste pour vouloir favoriser le parti des chrétiens, ses ennemis et les leurs, au préjudice des musulmans, ses vrais et fidèles sujets. فهمت وش معناتها les musulmans, ses vrais et fidèles sujets؟ رعاياه الحقيقيين والمخلصين. اسمع مليح، نترجم لك مليح. رعاياه المخلصين والحقيقيين.
أو رعاياه الحقيقيين والمخلصين يا دكتور. وإليكم الآن الترجمة للجمل التي أخفاها الدكتور وما حبش يقرأها. بعد ذلك من أجل إضفاء صبغة على عصيانهم بحجة جميلة قالوا بأن هذه الرسائل يعني رسائل أوامر بإرجاع ما أخذوا مفاجأة، وبأن الملك المعظم وبأن الملك المعظم لم يخبر بالحقيقة وهو أعدل من أن يفضل المسيحيين أعداءه وأعداءنا على حساب المسلمين رعاياه الحقيقيين والمخلصين. وعلاش أخفيت العبارة الأخرى هذه يا دكتور؟ C'est vrai et fidèle sujet. رعاياه الحقيقيين والمخلصين. علاش أخفيت هذا يا دكتور؟ علاش أخفيت هذا؟ سقط في يديك ولا مازال؟ وتمرد أعضاء الديوان كامل وغضبوا والتفتوا لهذا القائد العثماني اللي جاي من اسطنبول والذي كان وقحا وغير عادل معهم، فوصفوه وعدوا لقانونهم، وهدوه بالقتل والتمزيق وطردوه بشكل مهين من ديوانهم. ولما هرب حافيا أجبروا على لبس نعليه لأنه لا يستحق أن يسير على أرضهم، وسحبوه إلى الميناء بكل غضب. هنا بصراحة أجبرني الدكتور على الضحك، وأكد مرة أخرى أنه لا يفهم فرنسية ولا يقرأ. فبالله عليكم ها هو النص نخليه تقرأوه، هاو أمامكم، وابحثوا على كلمة هرب حافيا. وهنا نضحك لأنه لما شاف كلمة لوي فير بوزي سيسوليي تشبه شوية الفوير والله لسانفوير اللي هي هرب، أو لما شاف كلمة avec un excès de furie ظن أن فوري ثاني هي هذيك، يعني هذيك سانفوير ولا هذيك فوير، فقال هرب حافيا. ثم ابحثوا بارك الله فيكم، وهو النص أمامكم نخليه، ابحثوا على عبارة لبسنا عليه، أجبروه على لبسنا عليه، باش تتأكدوا من كلامي لما قلت لكم أنه ما يفهمش الفرنسية وما يقراهاش. فعند الدكتور لوي فير بوزي سيسوليي يعني أجبروه على لبسهما، وأنا متأكد أنه فهمها كما قالها، وهي العكس تماما، لأنه لو فهم أنهم أجبروه على خلع نعليه والمشي حافيا لتمسك به ولجعله ربما عنوانا لفقرة كاملة يذكر فيها ويفتخر فيها ببطولات أجداده، وأنهم جعلوا القائد العسكري يمشي حافيا، لأن الإمعان في الإذلال أن يجعلوه يمشي حافيا وليس العكس. والله راني غلط. وهذا الكاتب وش يقول؟ Mais auparavant, ils lui firent poser ses souliers, disant qu'il était indigne de marcher sur leur terre. وترجمة هذا الكلام هو: لكن من قبل قاموا بخلع نعليه قائلين أنه لا يستحق أن يمشي على أرضهم. والمقصود يا دكتور لا يستحق أن يمشي بنعليه على أرضهم وليس العكس. وأنا في كل مرة يرجع لي التساؤل: بأي لغة درس في الجامعة هذا الدكتور؟ يا جماعة هذه صفحة واحدة 109 صفحة 109، كم فيها من طوام؟ ما يفرقش بين الفيرب أفوار والفيرب آتر. وهاكم زدتوا سمعتوا شفتوا قريتوا شراو يقول ويخلط. بالله عليكم هل مثل هذا يعني يؤتمن على كتابة التاريخ أو دراسته أو شرحه للناس؟ ما هوش أمين في النقل، وإذا نقل يحرف المعاني. يا أخي أنا أنصحك نصيحة أبي مشفق، خليك في البيطرة في المجال اللي تفهمه، وخلي الأمور الأخرى لموليها يا دكتور. وعندما علم السلطان العثماني غضب وتوعد بالانتقام، لكنه اضطر لتحمل هذه الإهانة من هؤلاء البرابرة. قلت لنا دكتور باللي السلطان غضب من هذه الإهانة، بس ما قلت لناش السبب الثاني، لا ديزوبيسون، غضب من العصيان كذلك. وهو السلطان يصف أجدادك، وقريتها هذه ما فتاش لأنك ما فهمتهاش، يصف أجدادك لبربار، يعني الوحوش الهمج، وانت تبان فرحان.
وما قلت لناش كذلك يا دكتور علاش السلطان فضل عدم معاقبة هؤلاء البرابرة. قلت لناش علاه، لأن الإهانة لمن تسميهم أجدادك بلغت ذروتها. هاني راح نقرأ وش قال الكاتب المؤلف عن السبب اللي خلى السلطان يترك معاقبة أولئك البرابرة. فيقول الكاتب: car avec ce qu'ils sont trop éloignés de sa porte, il sait trop bien que ce sont des corsaires et des voleurs qui n'ont rien de raisonnable. Des corsaires et des voleurs qui n'ont rien de raisonnable. نترجم ما جاء في هذا ما ذكره المؤلف من الأسباب. يقول: لأنهم مع بعدهم عن بابه فإنه يعلم جيدا أنهم مجرد قرصان ولصوص وليس لهم أدنى منطق. هكذا يصف السلطان أجدادك. هذا هما أجدادك اللي تفتخر بهم. يقول السلطان عنهم أنهم برابرة وقراصنة ولصوص. ويقول الكاتب: لذلك فإن دولتهم لا تحمل من المملكة سوى الاسم، بينما هي بالفعل جمهورية. وهكذا نقول لمغالطي التاريخ. هنا بصراحة ما نحتاج باش نرد، لأنه قد تبين الآن لكل ذي عقل من المغالط ومن هو المزيف ومن المخادع ومن المدلس ومن المزور. باش ما نقولش كلام آخر. لن تنتقصوا من اعتزاز شبابنا بتاريخ بلاده؟ نحن وشبابنا نعتز بتاريخ أجدادنا، والحمد لله، فهو تاريخ حافل بالأمجاد والبطولات، ولا نحتاج أن نتقمص تاريخ ميليشيات وأوباش ولصوص وقراصنة وقطاع الطرق. فتاريخ أجدادنا عقبة والفاتحين الذين أوصلوا الإسلام إلى أوروبا يكفينا، وتاريخ المقاومات على مر العصور يشهد بعظمة هذا الشعب من عرب وبربر. ولا نحتاج أن نتلبس بتاريخ الأتراك القراصنة المحتلين ونعتبرهم أجدادا لنا، فنبيع بذلك رخيصة دماء كل أجدادنا العرب وأصهارنا البربر الذين قاوموا الأتراك واستشهدوا دفاعا عن أرضهم. أم هل نعتبرهم خوارج؟ هل نعتبرهم خوارج يا دكتور إذ قاوموا السلطان العثماني والدولة العثمانية؟ فلك يا دكتور أن تختار ما شئت من أجداد. أما نحن العرب فلا نبيع دماء أجدادنا وأصهارنا البربر، ولا نتبرأ من مقاوماتهم واستشهادهم، ويكفينا هذا الشرف ويغنينا على أن نكون أسلاف لصوص وقراصنة وقطاع طرق وشذاذ الآفاق. الدكتور منكي بدأ في نقله من هذا الكتاب طبعا مع التزوير، في كل مرة يذكر الجزائريين، الحاكم في الجزائر أو حاكم الجزائر، وإذا ذكر العثمانية يقول سلطان الدولة العثمانية أو العثمانيين أو كذا. يريد أن يوهم بأن يوهمنا باللي ما كانش علاقة أو ما كانش سلطة على الحكام اللي كانوا في الجزائر، ما كان سلطان عليهم من الدولة العثمانية. ويحب يوهمنا طبعا بأن الجزائريين فعلا هم الذين كانوا يحكمون بلادهم. وهذه الحكاية تاعو كلها يعني في صفحتين 109 و110، ثم توقف وكأنه كما نقول احنا جاب الصيد من وذنه، ولم يتطرق إلى الصفحة التي بعدها باش يخبرنا فقط من كان يحكم الجزائر فعلا. ونحن بما أنه أهدى إلينا الكتاب كله فلن نتوقف، وسوف نبين يعني الزيف والخداع والتزوير الذي مارسه الدكتور ويريد أن يمارسه علينا باش يمرر الفكرة تاعو. فلو كان منصفا وصادقا وشجاعا لقرأ لنا من الصفحة التي بعدها فقط، صفحة 111، ولو مدلسا علينا كعادته باش نعرفوا من كان فعلا يحكم الجزائر، هل هم حقا الجزائريين وطنيين ولا غيرهم. يقول الكاتب اللي هو القس بيير دون:
Pour avoir une claire intelligence de l'histoire que j'ai à rapporter, il faut remarquer que c'est la milice qui gouverne la ville et le royaume d'Alger. Elle est composée de Turcs naturels venant du Levant, de quelques-uns de la ville et des environs qu'ils appellent Koulougli en leur langue, c'est-à-dire enfants du pays, et de plusieurs renégats de toutes sortes de nations. وترجمة هذا لكي يكون لدينا فهم واضح للتاريخ الذي أنقله لابد أن نلاحظ أن الميليشيا هي التي تحكم المدينة ومملكة الجزائر، وهي مكونة من أتراك طبيعيين قادمين من المشرق ومن بعض الأفراد من المدينة وما جاورها الذين يسمونهم كراغلة في لغتهم، يعني أبناء البلد، وكذا من كثير ممن خانوا وانشقوا عن أوطانهم من مختلف الأمم. إذن هؤلاء هم الذين كانوا يحكمون الجزائر يا دكتور، والكاتب يسميهم ميليشيا، واستشهدت بكتابه فرحا مسرورا مغرورا. فأين ذكر الجزائريين الذين تدلس وتدعي أنهم هم حكام الجزائر وكانوا أكبر دولة في التاريخ ذاك، وأنهم لم يكونوا خاضعين للسلطان العثماني؟ فإن كنت تقصد أن هؤلاء الذين ذكر المؤلف هم أجدادك الذين تفتخر بهم فمبارك عليك وبصحتك ونعم السلف هم لك. أما إذا كنت تقصد أن الذين كانوا يحكمون الجزائر في العهد العثماني هم الكراغلة فإني أدعوك أن تقرأ بتجرد وصدق الصفحة 111. وكان من المفروض عنوان الفقرة Histoire des Koulougli chassés d'Alger، يعني تاريخ الكراغلة المطرودين من العاصمة من الجزائر. كان من المفروض العنوان يستهويك باش تقرأ الصفحة كلها. يبين الكاتب بالتفصيل وبوضوح من صفحة 111 إلى 114 ما فعله الأتراك بأجدادك الكراغلة لما أرادوا أن يستولوا على الحكم، كيف أنهم طردوهم من البلاد وأعطوهم مهلة يومين للخروج من المدينة وشهرا للخروج من المملكة كلها. Alors même, il leur est fait commandement de sortir de la ville dans 2 jours et du royaume dans 1 mois à peine de la tête, avec défense à toute personne de les retirer chez eux, مع منع أي إنسان من إيوائهم. وأما الذين خالفوا أمر المغادرة فأذاقوهم سوء العذاب، فمنهم من صلبوه ومنهم من دفنوه حيا ومنهم من رموهم في أكياس في البحر. وبسبب تمرد الكراغلة الضباط وصدور الأمر بطردهم من المملكة صدرت أوامر بعدها بعدم السماح لأي كرغلي أن يرتقي إلى صفوف الميليشيا ولا إلى الديوان. À cette ordonnance, on ajouta qu'aucun Koulougli ne pourrait à l'avenir s'élever aux charges de la milice ni à celle du divan, ce qui fut aussitôt publié et exécuté. هذا نزل قليل أذكرك به مما كتبه المؤلف عن أجدادك، وربما تكون قرأته فكبر عليك ذكره. شوف يا دكتور، هؤلاء أبناؤهم أبناء العثمانيين ومن أصلابهم، وانظر كيف تعاملوا معهم وعذبوهم ثم حرموهم من الوصول إلى الديوان أو الحكم، فهل كانوا يسمحوا للجزائريين بذلك؟ أرجو التأمل. وإلى الجزء الموالي إن شاء الله تعالى.